امال انا اعمل ايه؟ ده انا فيا اللي مكفيني. ويبدأ يكرلك سيناريو حياته كله، وبتحس فجأة انك في مزاد علني، وبتبقى نفسك تقول هاي مين يزود. كل واحد فينا عنده الحرب النفسية اللي بيعيشها كل يوم مع نفسه، ولما الدنيا بتضيق بيك بتجري على اول حد علشان تشكيله همك، علشان يخفف عنك، وبتتفاجئ وانت بتتكلم امال انا اعمل ايه؟ ده انا فيا اللي مكفيني. ويبدأ يكرلك سيناريو حياته كله، وبتحس فجأة إنك في مزاد علني، وبتبقى نفسك تقوله هاي مين يزود، وتنسى انت كنت بتتكلم في ايه، وتندم ان انت اتكلمت اصلا. انت ما بتكونش منتظر منه انه يحللك مشكلتك، انت بس كان جواك طاقة حزن وغضب نفسك تخرجها مع اي حد قريب منك يقدر يفهمك. مجرد انك خرجت اللي جواك وهو ساكت وبيسمع، ده لوحده نص العلاج. كفاية ان مشاعر الحزن والغضب ما فضلتش معششة في قلبك. مشاعر الحزن والغضب لو اتكتموا بتمرض وبتموت، وبتعميك عن اي حلول، وحجمها بيكبر جواك، وهي ممكن تكون بسيطة وما تستاهلش. لما حد يشكيلك همه ما تحاولش تزايد عليه ولا تقلل من حجم المشكلة. اهتم واسمع للآخر. قدرت تنصحه من غير ما تجرحه خير، ما قدرتش اسمع بدون ما تعلق. ولو اتكلمت قول خير، بكرة تفرج. اهدى علشان تقدر تفكر، واحمد ربنا انك كنت سبب في التخفيف من معاناة حد، حتى لو مش هتحلله مشكلته. تفريج الكرب مش بس فلوس، احيانا بالسمع او بالكلمة. الكلمة مفعولها زي السحر، والدواء للحزن وجبر الخاطر. الكلمة بتغير نفسية الشخص، وبسببها ممكن يعيش في راحة وسعادة، وتفضل معلمة معاه طول حياته. ممكن تحلله مشكلته وانت مش حاسس، ويفضل يفتكرك بالخير ويدعيلك. وخليك فاعل خير حتى لو مش بالفلوس ولا بالكلام. فكرة انك تسمع وتدي اهتمام بتعالج وتغني عن اي كلام. هو كل اللي بيكون محتاجه حد يقدر ويهتم ويسمع للآخر، فسيبه يكمل للآخر. اللهم اجعلنا خيرا لأنفسنا ولمن حولنا. واحمد ربنا انك كنت سبب في التخفيف من معاناة حد، حتى لو مش هتحلله مشكلته. تفريج الكرب مش بس فلوس، احيانا بالسمع او بالكلمة. هو كل اللي بيكون محتاجه حد يقدر ويهتم ويسمع للآخر، فسيبه يكمل للآخر. اللهم اجعلنا خيرا لأنفسنا ولمن حولنا.